السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الحادث اللي انتشر وكل المواقع اتكلمت عنه والقنوات. ابن الشيف الشربيني قتله لعامل دليفري. طبعا كلنا سمعنا ان ابن الشيف الشربيني قتل عامل دليفري. كلنا طبعا تفكيرنا جه في الشيف علاء. الشيف علاء معروف ان هو ابن الشيف الشربيني. الشيف علاء شيف كبير وراجل محترم ومشهور. الشيف علاء مش هو اللي عمل الحادثة. اللي عمل الحادثة ابن زوجته الإعلامية الشهيرة. الشيف الشربيني متزوج زوجة تانية، عندها ولد من واحد تاني. طبعا الولد دوت عايش معاهم في البيت. دخل أخد المفاتيح من مكتب الشيف الشربيني وركب العربية بتاعته من غير استئذان، من غير أي حاجة، ولا معاه رخصة قيادة ولا معاه أي حاجة، وخرج بالعربية يتفسح هو وصاحبه من نفس سنه. الولد ده طالب في أولى ثانوي. خرج بالعربية بتاعت الشيف الشربيني يتفسح بيها، وهو ماشي بأقصى سرعة قبله عامل الدليفري كان لسه بادئ يمشي بسرعة بطيئة. يعني عامل الدليفري ماشي بسرعة بطيئة والعربية دي جاية سريعة جدا، ودخل في الموتوسيكل من ورا واخد الموتوسيكل بعامل الدليفري وسحفه يجي 10-15 متر قدام. طبعا اتوفى. فضل الولد مكمل لحد ما جه مطب، يعني كمل بعامل الدليفري ده وسحفه 10-15 متر قدام ومرضيش يقف. شايف ان هو بيقتل بني ادم قدام عينيه ومرضيش يقف. الخوف خلاه ما يقفش، مش عارف يتحكم في العربية ويوقفها، فهو بيجري بيه قبله مطب. لولاش المطب اللي قبله ده ما كانش اصلا وقف، فضل مكمل، وكان خلى عامل الدليفري دوت هو والاسفلت واحد. يعني المطب دوت هو اللي وقفه، والولد نزل من العربية وحاول يجري، محاولش يشوف طبعا عمل ايه ولا نيل ايه ولا اللي راكب الموتوسيكل دوت مات ما ماتش الحقه. طبعا نزل من العربية وخد بعضه وجري من خوفه، مبقاش عارف يعمل ايه. كل الناس اللي واقفة شافت الحادثة، اتصلوا بالشرطة. الشرطة جت عينت المكان وشافت الحادثة، واتضح ان العربية ملك للشيف الشربيني. جابوا الشيف الشربيني. الشيف الشربيني قال العربية بتاعتي، بس اللي اخدها وكان سايقها ابن مراتي وخد المفاتيح من ورايا، انا معلمش بيها. الناس كلها بتقول ده مش متربي وقلة تربية. دي مش قلة تربية، دي مش قلة تربية، ده استهتار. كلنا مربين ولادنا كويس وكل حاجة، بس في عيل مستهتر هو اللي بيوصل اهله لحاجة كبيرة زي دي. ولد مستهتر وخد عربية مش بتاعته من غير استئذان وطلع بيها وعمل بيها حادثة، وفي الاخر موت عامل ديليفري وسابها وهرب، راح استخبى عند قرايبه. طبعا الشيف الشربيني لما علم بالموضوع راح جاب الولد وسلمه في القسم. جاب الولد من عند قرايبه وسلمه في القسم، قال الولد اهو وهو اللي كان راكب العربية وهو اللي عمل الحادثة. اتحفظوا على العربية واتحفظوا على الولد وكمان الشيف الشربيني لحد ما يحققوا في الواقعة ويشوفوا ايه اللي حصل بالظبط مع شهود العيان اللي كانوا موجودين. كل واحد طبعا جه قال اللي شافه وتحفظوا على العربية وعلى الولد. كده أصبح إن الولد المستهتر جايب مصيبة لأهله. هو كده جاب مصيبة لأهله ليه؟ استهتاره وصل أهله لمصيبة. عامل الدليفري اللي توفى طبعا بيقولوا والله أعلم إن الحادثة كانت شنيعة جدا واتقسم نصين، لان طبعا مشي بيه مسافة كبيرة جدا والعربية بتجره هو والمكنة. اكيد مش هتبقى الوفاة كده يعني خبطة او تعويرة او نزيف في المخ وخلاص على كده الواد مات بسببه، لا اكيد من كتر المسافة اللي هو مشيها وهو سحبه قدامه اكيد قطع نصين. يعني الاستهتار يا جماعة يوصل لاكتر من كده. عامل الدليفري دوت كان فرحه فاضل عليه ايام بسيطة وخلاص هيتجوز، يعني هو بيجهز لفرحه، بيجهز ان هو
يعمل بيت ويبقى له أسرة وأولاد، شاب في العشرينات، فرحه كان خلاص يعني على وشك أيام وتوفى، ملحقش يفرح بنفسه. وكمان الشاب ده بيصرف على أسرة، بيصرف على أمه وأبوه وإخواته، يعني بيعول أسرة، وكان هيتجوز، جه عيل مستهتر زي دوت موته. ليه ان احنا نسيب ولادنا يطلعوا بعربيات مهما كنا اغنياء؟ يعني ما ينفعش ان احنا نسيب اولادنا يطلعوا بعربيات وتموت في خلق الله. الاسفلت كل يوم بيموت عليه العشرات من الناس بسبب الحوادث دي، بسبب عيال مستهترة تطلع بعربيات اهاليهم ويموتوا في الناس، اللي بيجري بسرعة، اللي ماشي بقى، اللي راكب عربية وهو مسطول. يعني حرام، حرام أرواح الناس دي وأرواح الشباب اللي هي بتروح ديت هدر. طبعا هيجي يقولك ايه، ده طفل وديته معروفة، اللي أقل من 18 سنة. والقانون بتاعنا، أنا طبعا ضد القانون ده خالص، ضد القانون دوت، ولازم القانون ده يتعدل، لأن طبعا كل واحد ما عداش ال 18 سنة هيعمل مصايب ويقول لك ايه، ده طفل، ده طفل. يعني اعمل مصيبة واموت واحد وطفل مش هيحصل له حاجة، كبيره ايه؟ ما ينفعش يا جماعة. دلوقتي عيالنا ديت ما بقتش اطفال، عيالنا ديت اللي عنده 15 و16 سنة بيفهموا احسن من راجل كبير، ما بقوش اطفال. قانون الطفل دوت يعني خلى العيال تبقى مستهترة، ممكن يضرب واحد يموته بعربية، يضربه مثلا بآلة حادة وهو طفل مش هيتحاسب. ما ينفعش. الدليفري ده كان بيجهز لفرحه وبيصرف على أسرة، حرام اللي بيحصل ده كل يوم والتاني. زي مثلا انا هقتل وهعمل دية، معروف الناس اللي زي دي اللي معاها فلوس ما بتتحبس. هيقتل بقى واحد، هيعور واحد، هيدخل هيدفع مثلا ديته، هيخرج زي ما حصل مع احمد فتوح وعصام صاصة وحصل مع ناس كتير دفعوا الدية وخرجوا. هي الدية شرعي اي نعم، بس مش كل واحد يمشي يموت في خلق الله وهيدفع دية وده طفل مش هيتحاسب. مش هينفع، مش هينفع. القانون دوت لازم يتعدل طبعا. احنا مبقيناش في غابة، احنا كده الغني بيموت الفقير. ضيعت شاب بيصرف على أسرة وفرحه قرب، وشاب شقيان بإيديه وبدراعه بعرق جبينه. ليه الاستهتار دوت من ولادنا؟ ليه العائلات الكبيرة بتخلي ولادها كده تركب عربيات وتسوق ويدوهم عربيات وفرحانين انهم بيسوقوا، بيموتوا في خلق الله؟ حرام، اتقوا الله شوية. وبعدين الشيف الشربيني اخلى مسؤوليته طبعا لما ودى الولد القسم، واخلى مسؤوليته طبعا، لانه يعني هيتحاسب على ايه؟ هيشيل غلطة غيره عشان ابن مراته هيشيلها؟ هو عمل التصرف الصح طبعا. لازم نربي ولادنا وما نعلمهمش ان هم يدوسوا على الناس، مش عشان ده غني وده فقير تدوس على الفقير. قول الله، قول الله في ولادنا. لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم الجديد.